أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أيام مراهقتي، البودكاست اللي بنرجع فيه شوية لورا ونفتش في دفاترنا القديمة اللي فيها أيام بنعديها وإحنا صغيرين ونفتكرها لما بنكبر، نضحك نحس بالحنين ليها. بس في أيام لما بنفتكرها بتوجع، زي اليوم اللي غير حياة بنات كتير وساب علامة وجرح جواهم ما راحتش. بتكلم عن يوم الختان، اليوم اللي محدش فاهمنا ليه ده حصل، بس كلنا حسينا انه كسر حاجة جوانا. الختان مش دين ولا طهارة، ده عادة وكان تمنها مع الأسف غالي. يلا نسمع حكايتنا يمكن تلاقوا نفسكم فيها. اتطهرت كان سني يومها عندي 10 سنين، وكانت تجربة قاسية جدا لاني كنت بلعب في الشارع مع البنات، وفجأة لقيتهم بينادوا عليا بسرعة تعالي بسرعة نديك حاجة حلوة. فايه طبعا كأي طفلة في السن ده بتجري عشان تاخد الحاجة الحلوة، وللأسف يا ريتني ما جريت. لقيت حد كتفني، واحدة ست كتفتني، وكانت بالنسبة لي طبعا طول بعرض عملاقة بالنسبة لجسم الضئيل، فلقيتها كتفتني جامد جدا، معرفتش اتحرك منها، وانا لحد الان ما زلت يعني وشها مش قادره انساه. وكانت نفس الحكايه، الست اللي طهرتني برضو كانت مليانه جدا وكانت مخبيه المقص وراها. فراحوا يعني قعدت ساعتها اعيط جامد جدا، ومن كتر العياط راحوا واحده غمت لي عينيا وواحده كتفتني جامد جدا، وقامت الست بعمليه الطهاره. وكانت تجربه قاسيه جدا، وما زلت وانا فوق ال60 سنه وانا المشهد ده مش قادر ان انا يروح من بالي. وفعلا الحمد لله ان انا عديت منها، لاني كانت اختي اكبر مني عملت الاول وحصل لها نزيف وراحوا بيها المستشفى، وكانت حالتها خطيره، والحمد لله عدت على خير. فالحقيقه لما مريت بالظروف ديت واتجوزت وجبت بنات، فحقيقي قررت ان انا عمري ما افكر في العمليه دي، والحمد لله ما اتكررتش لاولادي خالص. فبنصح كل الامهات يا ريت ما يخاطروش بالعمل السيء ده جدا، لانها بتكون نقطه سوداء في حياه اي بنت واي طفله، لانها ما بتقدرش تنسى ابدا المشهد ده. ودي كانت حكايتنا النهارده، ودي واحده من الاف الحكايات اللي ممكن ما نسمعهاش. اللي سمعناه دوت مش مجرد حكايه، ده جرح بيتحكي عشان ما يتكررش. في حاجات بتحصل واحنا صغيرين بس اثرها بيفضل جوانا لحد ما نكبر. الختان مش عاده ومش ستره للبنت، ده جرح ووجع بيعيش جوه جسم ونفسيه البنت لسنين طويله. وبكده تكون حكايتنا خلصت، بس الختان لسه ما خلص. شكرا انكم سمعتونا، ولو عندكم قصة شبه دي اعرفوا انكم مش لوحدكم. اسيبكم على خير في حلقة جديدة من ايام مراهقتي، واحكوا معايا اللي عمركم ما حكيتوه.